السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في البداية ما تنساوش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو. ما يزال مصير المشاركة المغربية في نهائيات كأس إفريقيا للفتيان بالجزائر معلقا، رغم أنه لم تتبقى سوى 3 أيام على انطلاقة المنافسة. فبين التشبث المغربي برحلة مباشرة تنقل المنتخب إلى الجزائر وعبر الخطوط الملكية الناقلة الحصري لفئات العمرية للمنتخب المغربي، يقابل بتشبث جزائري بما تصفه القرار السيادي الذي يمنع دخول الطائرات المغربية الأجواء الجزائرية. وأرسلت الجزائر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الحظر الجوي المفروض على الطائرات المغربية ما يزال ساري المفعول، ما يعني رفض السلطات الترخيص لعبور الطائرات التابعة للخطوط الملكية لنقل بعثة المنتخب المغربي. واشترطت الجزائر على الكاف أن تخبر المغرب بأن منتخبها يمكنه الالتحاق بالجزائر لخوض نهائيات كأس إفريقيا في رحلة مباشرة من مطار الرباط سلا إلى الجزائر بواسطة طائرة عربية وأجنبية غير مغربية. يواصل المنتخب المغربي تحضيراته بمركز محمد السادس بالمعمورة في انتظار التوصل برد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال الساعات المقبلة للحسم في مصير مشاركة المنتخب الفتيان في نهائيات الكان بالجزائر. في المقابل، فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمنتخب أقل من 17 سنة قال إن المغرب يطالب برحلة جوية مباشرة وننتظر رد الكاف الذي ينسق مع السلطات الجزائرية في هذا الموضوع. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم متشبثة بمطلب الترخيص للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بالسفر إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام بالجارة الشرقية في الفترة ما بين 29 أبريل الجاري و19 ماي المقبل.